تخيل معايا، انت فتحت برنامج فيجوال ستوديو وكتبت سطر واحد بس: See out Hello World، وضغطت على زر Run. السؤال هنا، ايه اللي حصل في أقل من ثانية؟ هل الكمبيوتر قرأ كلمة هولو وعرف معناها؟ الإجابة لا. خلينا نسافر مع سطر الكود ده. أول ما ضغطت رن، الكود اتحرك من البرنامج وراح لواحد اسمه كومبايلر، وظيفته إنه يبص على كل حرف كتبته، ولو لقى فاصلة ناقصة أو حرف غلط هيرفض يشغل البرنامج كله، ولو كل حاجة صح هيبدأ يترجم الكود من لغة البشر للغة الوحيدة اللي الكمبيوتر بيفهمها، ماشين كود. بعدها الترجمة دي بتوصل للمعالج أو السي بي يو، وهنا تبدأ السرعة الحقيقية. المعالج بينفذ ملايين وأحياناً مليارات التعليمات في الثانية، عشان في الآخر يوصل للشاشة ويقولها: اعرض كلمة Hello World. وده اللي انت بتشوفه قدامك. الغريب بقى إن الكمبيوتر عمره ما فهم كلمة هولو ولا يعرف يعني إيه World. هو فقط نفذ تعليمات كهربائية بدقة مذهلة. والأغرب من كده إن الألعاب اللي بنلعبها والمواقع اللي بنستخدمها والتطبيقات اللي فاتحها دلوقتي كلها في النهاية بدأت بنفس الفكرة: سطور كود أتحولت لنبضات كهربائية، ثم لصورة وصوت وتطبيقات بنستخدمها كل يوم. وده يمكن أجمل شيء في البرمجة، إنك تكتب فكرة في دماغك فتحول لشيء حقيقي يقدر أي شخص في العالم يستخدمه. فالمرة الجاية لما تضغط رن، افتكر إن سطر الكود بتاعك لسه بدأ رحلة طويلة جدا، أنت مش بتشوف منها إلا النتيجة الأخيرة. ولو عجبك النوع ده من الفيديوهات، اعمل لايك واشترك واكتب في التعليقات. تحب نعمل رحلة تانية؟ يمكن المرة الجاية تكون رحلة ضغطة واحدة على زر لوجن لحد ما تدخل حسابك.